السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد أحمد حشم بينا كيما راك تسمع. سيد أحمد المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، على بالي كامل عرفتوه. الإنسان القمارجي اللي ما على بالو لا بالدولة، ما على بالو لا بالشعب، كذلك هو متواجد خارج التراب الوطني. هذا الإنسان اللي ما يحشمش، اللي يكثر بزاف، وصل لدرجة أنه يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني ويستهزئ بالشعب الجزائري بهذه الطريقة. شاهدوا الفيديو ولا نعودها. شنو فيه نقعد مع لقمان في تريبين وحده مقود؟ راني مع الجزائر، راني قاعد مليهم. واحد قال لي فيجو. كما راكم تشوفوا راهو يستهزأ بالشعب الجزائري، لكن اللي راح تشوفوه في نهاية الفيديو راح يصدمكم. وش الحركة؟ علاش حركة يا صاحبي؟ وش تقصد يا اخو؟ نجي ندير معاكم قسما نديرها معاكم. شوفوا سبحان الله، راهو يقول له ندير معك قسما، يعني نجي ندير معاكم قسما. راهو قاعد يستهزئ يا خوتي بطريقة اشمئزازية جدا باش يثير غضب الجمهور الجزائري، وكذلك يزيد نسبة المشاهدات، وكذلك يتعرف في هذا المجال لأنه إنسان قمارجي، إنسان لا على باله بها كامل. قال له ندير معكم قسما، يعني كأنه راح يدير مزية في الشعب الجزائري. حاب نوصل لك رسالة من هذا المنبر أنه الشعب الجزائري ما ينتظرش واحد حوثالة كيما انت يجي ويقف معه ويدير قسما، لأنه ما نشرفوش فيك أنك أصلا تنتمي إلى هذا الشعب العظيم، الشعب اللي ضحى عليه 1.5 مليون جزائري حتى يخرجوا لنا رجال، لكن أنت تعتبر حوثالة، وأنت هو اللي نعتبرك صح إنسان حركي، واللي قالك حركي ما غلطش، أعطاك الوصف الدقيق لحالتك أيها الحوثالة. كملوا الفيديو خاطي. قسما نديرها معاكم، مانيش حركي خو، انا نحب البانو صاحبي، البانو على بالي ياخذ دراهم، البانو حتى نحط دراهم على السيد. بالنسبه للناس اللي ما تعرفش واش راهو يدير السيد هذا السيد اللي كان حط دراهم على البالون، لانه سيد يدخل في المراهنات واللي هي القمار، عافانا الله واياكم. يعني انسان هذا قاعد يقمر على ويتوقع نتيجه المباريات، يعني شكون يربح ويدخل دراهم، وهنا انه يستفيد. لما تدخل معاه انت راح يستفيد منك كعضو تدخل معاه في المجموعه، فهمتوا خوتي؟ ثم راح يديها من الجهتين.